حدثت هذه القصة لشاب في العشرين من عمره، ومنذ وقت قصير هو مؤذن مسجد يحفظ القرآن، عرف بحسن الخلق والأدب. كانت الليلة ليلة خميس، وكان خرج صباحا لزيارة جده وجدته في قرية قريبة من مدينته، وهو من شباب جدة. خرج مع مجموعة من الشباب إلى قرية يقيم فيها جده وجدته. خرجوا لتوزيع التمور على العوائل الفقيرة وتوزيع المعونات ودعوة الناس بتوزيع الأشرطة والكتيبات هناك. لما انتهت مهمتهم رجعوا هم، وبقي هو عند جده وجدته. فلما حان وقت النوم أراد أن ينام في المجلس، فقال له جده: اذهب ونم في الغرفة الخلفية من المنزل حتى لا يزعجك الأطفال، وسأوقظك لصلاة الفجر. ذهب صاحبنا إلى تلك الغرفة وافترش الفراش وذكر الأذكار ونام. كان عند بيت جده خادمة صغيرة في السن باهرة في الجمال. فلما جاوزت الساعة الثانية يقول الشاب: أحسست بباب الغرفة يفتح ويغلق عدة مرات فلم أهتم بذلك، كنت أظن أني في حلم فلست بيقظان. وفجأة وبدون مقدمات إذا بشخص قد نام بجانبي واحتضنني وبدأ يوجه لي القبلات. فماذا حدث؟ تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان. تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان والابتلاء العظيم. لا أحد يراك ولا أحد يسمعك إلا السميع البصير. ستجعل أفضل الناظرين إليك. اسمع وعاقل. قام صاحبنا من فراشه ودفعها بقوة وصفعها صفعة على وجهه، ثم لبس ثوبه وذهب إلى المسجد.